بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خير خلق الله، ثم أما بعد، فكما عهدنا صالون الشباب ولقاء الأجيال بقيادة الشاعرة الأستاذة شريفة السيد دائما مواكبا للأحداث ناصرا للحق باحثا عن قيم العدل والجمال، جاءت هذه الندوة معبرة عما يجيش في صدور الكثيرين منا لما يتعرض له الدين الإسلامي من هجمة شرسة من الداخل قبل الخارج، وهو ما تطلب إقامة هذه الندوة الاستثنائية لمحاولة إعادة الأمور إلى نصابها وزودا عما نؤمن من قيم الأخلاق والفضيلة والأدب. وقد جاء موضوع هذه الندوة المباركة للبحث في أسمى هذه المعاني، وهو الأدب مع الله تعالى. وقبل أن نبدأ ينبغي أن نشير أولا إلى معنى الأدب. الأدب لغة مأخوذ من كلمة مأدبة، حيث كان العرب في الجاهلية يطلقون على الطعام الذي يدعون الناس إليه اسم مأدبة، ولكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تحول معنى الأدب إلى مكارم الأخلاق، حيث يقول سيدنا محمد في الحديث الشريف: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ثم تحول في عصر بني أمية ثم العصر العباسي إلى التعليم والتهذيب، وليس أدل على ذلك من رسالتي الأديب الكبير ابن المقفع تحت عنوان الأدب الكبير والأدب الصغير، وفيهما عدد كبير من الحكم والنصائح الأخلاقية الراقية التي تهذب الإنسان. الأدب اصطلاحا هو تعبير المرء عن أفكاره وما يدور داخل وجدانه ومشاعره، أو وصفه لما يراه من أحداث يومية وتعبيره عنها، ولكن بأسلوب راق ولغة رزينة ومحكمة. التعريف العام للأدب هو كل شيء أنتجه عقل الإنسان، ويكون هذا المنتج قد أثر على تفكير الإنسان. وبتعريف العلامة الحسن بن سهل فإن الأدب يوازي معنى الثقافة. أهمية الأدب: وللأدب أهمية كبرى لا يعيها الكثيرون، فببساطة شديدة الأدب ما هو إلا مرآة للمجتمع، كما أن الأدب يحفظ اللغة من الاندثار والانقراض، ويحافظ على الفكر والتراث والمنتجات العلمية والحضارية والثقافية، ويسعى إلى نشر قيم الفضيلة والأخلاق، ذلك الأمر الذي ينبغي على بني الجنس البشري أن يعضوا عليه بالنواجذ. وللأدب مراتب كثيرة، منها أدب النفس، وأدب العلم، والأدب مع الخلق، والأدب مع الأنبياء، والأدب مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأسماها وأعلاها مرتبة هو الأدب مع الله، وهو موضوع هذه الندوة التي نحن بصددها. ماهية الأدب مع الله؟ الأدب مع الله هو إخلاص العبادة له وحده سبحانه، وهو جوهر العبودية. يقول ابن القيم رحمه الله: الأدب مع الله حسن الصحبة مع الله، بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء. مقامات الأدب مع الله تعالى: ويمكن أن نوجز مقامات الأدب مع الله تعالى في الأمور التالية: الأول، التصديق بكل ما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب. الثاني، حسن الخلق مع الله تعالى بتلقي الإنسان أحكام الله بالقبول والتطبيق العملي، فلا يرد شيئا من أحكام الله إنكارا أو استكبارا أو تهاونا. الثالث، الرضا بقضاء الله تعالى بتلقي أقدار الله بالقبول والرضا والصبر. الرابع، التوجه إلى الله سبحانه بالدعاء، فهو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له. الخامس، ستر العورة وارتداء أفضل الثياب عند إقامة الصلاة، والتعطر والتزين والبعد عن كل ما يسبب نفورا من الشخص. السادس، المداومة على الخشوع في الصلاة. السابع، عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. روى الشيخان عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. الثامن تعظيم اسم الله عز وجل، فكلما كتب اسم الله تعالى يتبع بالتعظيم، مثل تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تبارك ونحو ذلك. ومن الأدب مع الله سبحانه عدم الدخول بشيء فيه اسم الله تعالى إلى أماكن النجاسات إلا عند الضرورة، وكذلك عدم إلقاء الأوراق التي فيها اسم الله تعالى في صناديق القمامة. التاسع توحيد الله وتعظيمه وطاعة أوامره ونواهيه والحياء منه، وهذا يشمل القلب واللسان والجوارح. العاشر شكر الله تعالى على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. الحادي عشر طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. الثاني عشر ومن أجل مقامات الأدب مع الله استواء الظاهر والباطن في عبادته سبحانه والتعاملات مع الخلق. الثالث عشر عدم رفع الوجه في الصلاة. الرابع عشر النهي عن قراءة القرآن في الركوع أو السجود، فهو مقام ذل وانكسار لا يجوز ذكر كلام الله به. الخامس عشر الشعور الدائم بالافتقار إلى الله، هو عنوان الأدب مع الله عز وجل. قال بعض العلماء: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنة، ومن تهاون بالسنة عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. السادس عشر عدم القسم، وإن كان فلا قسم إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. السابع عشر أن ما يفعله البعض من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، حتى وإن كان من وجهة نظرهم من قبيل التقرب إلى الله، لهو الشرك الأكبر، وهو أكبر مظاهر سوء الأدب مع الله. الثامن عشر مراقبة الله في الغيب والشهادة والسر والعلانية. التاسع عشر تعظيم شعائره وتجنب حرماته. العشرون التسليم التام لآياته وأحكامه وعدم الخوض فيها بغير علم أو المجادلة بغير دليل. الحادي والعشرون الغضب لانتهاك حرمات الله وحدوده، بل إن الإساءة إلى الآخر بالإيذاء بالقول أو العمل لهو من أشد وأقصى مراتب سوء الأدب مع الله. وإن الغضب لانتهاك الحدود له ضوابط ينبغي أن تراعى، منها عدم الإيذاء بالقول أو العمل، واتباع الوسائل والطرق السلمية في التعبير عن الغضب، ذلك وأن اتباع غير ذلك فيه الكثير من الضرر. فينبغي علينا أن نراعي هذه الضوابط حتى لا ينقلب الحال علينا ويزداد الأمر سوءا، وحتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح. أيها الإخوة الأحباب، إن الأدب مع الله لهو دستور المؤمن، منه تسمو روحه ويخلص عمله ويسعد في حياته. وإن الأدب في العمل من علامات القبول، وأنه لا قبول لإيمان دون اقتران بعمل. لذا فقد كان حري بنا بعد أن عرضنا أهم مظاهر الأدب مع الخالق سبحانه أن نسعى لتطبيقها في حياتنا العملية، وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من تقصير فمن نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كتبه الباحث والشاعر بايزيد المصري، وقرأته عليكم ليلى الشامي.